الأكوان الموازية فرضية لم تثبت بعد، ولكن هي أكثر فرضية كتستحق بعض الوقت باش نفكروا فيها. الإنسان في القديم كان كيعتقد أن الأرض هي محور الكون، والكون كامل كيدور على الأرض. واستغرقنا وقت طويل حتى أنه يصدق الحقيقة ديال أن الأرض اللي كنعرفوها دابا هي أرض أخرى على الأرض اللي تصوروها سابقا. فهل نحن حاليا كنعيشوا نفس الوضع من نظرية الأكوان المتعددة في البدايات ديالها، على افتراض أن الحقائق العلمية كتبدأ أولا بالسخرية واستهزاء من طرف العالم؟ مثلا أول مرة مايكل فاراداي قال للناس راه الكهرباء اللي في الطبيعة أنا قادر نجعلها ضوء اللي غتضويو به في المنازل. وصفوه أنه حمق وخصو يتعالج. أو كيفاش غنضويو بلا عافية، وكيفاش تورك على زر معين في الحيط ويشعل ضوء في السقف. هاد الناس اللي جاو دابا وريناهم أنه بمقدورنا نديرو دي زابيل فيديو أنا في أقصى الشرق والمتصل في أقصى الغرب بين 12000 كيلومتر، غير بقطعة إلكترونية في يدي نقدر نشوفو ويشوفني لايف، وديك القطعة قد الكف ديالي تقريبا. أكيد غادي يتهمنا بالسحر والشعوذة ويقدر يسخف ويتخلع. فبالتالي الفكرة اللي بغيت نوصل لك، إلا كانت الفكرة اللي كتطرح كانت أغرب من الخيال الواسع، فهذا لا يعني بالضرورة أنها غير موجودة، فقط خاصك تراجع الأدلة العلمية ديالها وتكون عندك دراية بالأدلة المطروحة عليها. باش تدرس هذه الأدلة خاصك تقرا بالتفصيل ميكانيكا الكم. هل نظرية الأكوان المتعددة حاليا في هذه المرحلة اللي الناس اللي قالت على فاراداي يحمق، وهل العلم في المرحلة الأخيرة لإثباتها ولا مازال الطريق طويلة؟ بدأ الحديث على فكرة الأكوان المتعددة سنة 1954 على يد هيو هيبرت. فكرة هيبرت هي كاين في هذا الكون الأرض، وكاين بحالها بلايين الكواكب. الأرض كتدور على الشمس، كاين ملايين الشموس وملايين المجموعات الشمسية، والمجموعة الشمسية ديالنا كتنتمي لمجرة الدرب التبانة ميلكي واي. فكاين ملايير المجرات الأخرى اللي فيها ملايير الكواكب والنجوم وملايير المجموعات الشمسية وملايير الكواكب اللي كتنتمي لهذه المجموعات الشمسية. وبهذا المنطلق كاين ملايير الأكوان كذلك اللي تهي فيها ملايير الكواكب والنجوم اللي فيها ملايير المجموعات الشمسية، وغادي بحال هكا كيطوب لهذا الشيء. غير هو نسخ الأرض في كل كون لا يشبه قدرها نسخ الأراضي الأخرى. مثلا الأرض نسخة رقم 2 يقدر يكون فيها هتلر ربح الحرب. الأرض النسخة 15 انت اللي كتشوف هذا الفيديو النسخة ديالك مثلا رئيس دولة. الأرض رقم 33 مثلا المغرب ربح كأس العالم في قطر. الأرض رقم 92 تقدر تكون مازال عندهم الحياة ديال تيتانوفا. وأيضا في هذه النسخ من الأرض علماء ديالهم اللي هما نسخ العلماء ديالنا يقدروا يكونوا قالوا لهم باللي كاين أكوان متعددة، وكاين بزاف النسخ من الناس اللي قالوا لهم نو بولشيت، غير حنا اللي كاينين في الكون. النسخ حسب النظرية، مثلا انت سميتك عمران الرئيس او انت سميتك هاجر سراج، مثلا هي اسماء انا جبتها استعارية. كاين النسخ ديالك بنفس اسمك، انت اللي سميتك عمران الرئيس حتى هو سميتو عمران الرئيس، وانت اللي سميتك هاجر سراج حتى هي سميتها هاجر سراج، وهما بنفس الوجه ديالك بنفس العمر ديالك بنفس شكل الجسم ديالك، غير هو الاقدار بيناتكم مختلفة. مثلا عمران الرئيس قرا مزيان، خدا الباك، خدا الدكتوراه، خدا اي حاجة، بينما عمران الرئيس ديال الارض رقم 22 ما قراش كاع، وديال 31 وصل غير 9 وخرج. وانت هاجر سراج مثلا في الارض كوافوره، في الارض النسخه 12 خياطه، تماما بالاشكال ديال النسخ اللي شفتي في مسلسل اورفان بلاك، غير هو كل واحد في ارض مستقله. الان دابا حنا في الخمسينات اللي تولدت فيها هذه النظريه، وحنا حاليا 99% من العالم كيقول ان نظريه هيبرت از بولشيت. فوقاش غنبداو نتمعنوا فيها؟ دازت سنوات حتى اكتشف العلماء ان الفوتونات اللي فيها جسيمات الضوء مره كتكون مستقله بارتيكلز ومره كتكون ويفز اي مثل الموجات. وهنا بدا العلماء كيقول لك واش كان هيبرت على حق واش حنا ظلمناه. ناخذ مثال بسيط باش نفهموا كيفاش كان الاستقرار ديال هذه الجسيمات. مثلا عندنا كره مكتوب فيها ا، دورتي وجهك ورجعتي عندها لقيتي مكتوب فيها بي، ما بقاتش مكتوبه فيها ا، فانت دابا حاليا ما عارفش واش هذه الكره ا ولا بي. من بعد كيبان لك ا وبي في نفس الوقت، ملي كتقرب كتبان لك حاجه واحده اما ا اما بي. الجواب غتجيبوه بميكانيكا الكم، وهو انه ملي كندخلوا حنا امام شي جسيم راه كنأثروا على السلوك ديالو، وبالتالي كيكون مجبر على انه يورينا وجه واحد. يعني من بعد غيبان لنا الجسيم على انه او بي، ولكن ملي نقربوا ليه ونشوفوه غادي تنهار ليه الداله الموجيه ديالو وغادي نبزوا عليه انه يبان لنا بصوره واحده. وهذا ما يسمى في فيزياء الكم بالسوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن والداله الموجيه الا فهمتيهم بجوج راهما يتبازا عليهم هيبرت، بحيث قال لك القياس الجزئي في فيزياء الكم ماشي بالضروره غيخليك تبزز عليه ينقسم انه يختار احد الخيارات، بل بهذا الخيار فانك كتسبب في انقسام الكون الى قسمين، كل قسم فيه احتمال من الاحتمالات المتاحه. ناخذ مثال بسيط باش تفهم هادشي اللي قال هيبرت. انت جاك وقت فراغ ما لقيتي ما يدار، عندك 4 الخيارات اللي جاو في بالك. 1 نشعل التلفازه
3 نتفرج فيلم، 2 نلعب البلاي، 3 نشرب القهوه، 4 نهز التليفون وندخل السوشيال ميديا. في الاخير مثلا قررتي انك تلعب البلاي. فهاد اللحظه بدات اللي قصتي فيها المانيت ديال البلاي راه الكون قاسم الاحتمالات اللي كانت عندك في عالم موازي. فالنسخه ديالك في العالم الاخر شعلت التلفزيون وشافت فيلم، ونسخه اخرى في عالم اخر شربت القهوه، ونسخه اخرى في عالم الاخر دخلت السوشيال ميديا من التليفون. لحد الان العلماء بداو كيفكروا في شويه شنو قال هيبرت، ولكن مازال ما تعمقوا فيه لانه مازال ما كاينش شي حاجه ملموسه تخلي النظريه جديه. حتى جات واحد النظريه حاسمه هي اللي خلاتنا نفكروا مزيان في الطرح، وهي نظريه التضخم الابدي. غنبداو بالان جوت اللي في 1979 اعلن عن اكتشاف مرعب، وهو انه الجاذبيه في المرحله الاولى للكون ما كانش كتجذب الاشياء، بل كانت كدير العكس، كانت كتعمل على تباعد الاجسام بمساحات سحيقه جدا. لانه قبل هذه العمليه اللي دارت الجاذبيه كان الكون كيعيش واحد السكون ديال 200 مليون سنه من بعد البيج بانج. الى انه هاد جوج نظريات ما كيخبروناش اشنا هي البدايه وشنو كان قبل ما ينفجر كل شيء. الان جوت بعد نظريته اللي قالت ان الجاذبيه كانت معكوسه بعد 200 مليون عام من الانفجار العظيم، كيقول ان الكون بفعل هذه الخاصيه بدا التوسع بسرعه، وملي كنقول بسرعه سرعه لا يقدرها العقل. حسب حسابات الان جوت الجسيم في ديك الوقيته ديال الجاذبيه العكسيه الا كان في الفضاء بحجم الذره راه في اقل من جزء اجزاء ديال الثانيه كان غيتوسع حتى يرجع اكبر من مجرد ضرب التبانه في اقل من فريم ديال جزء من الثانيه. هذا هو شرح نظريه التضخم الابدي. من بعد ناسا طلقت سنه 1989 مسبار لقياس اشعه الكون، والجواب اللي جا في 2003 يعني من بعد 14 سنه على انطلاق هذا المسبار كان صادم جدا. كل ما قالوا الان جوت مطابق تماما لما قاسه المسبار ويلينغسون لقاس الاشعاع الخيفي للكون بدقه وبدون ولا خطا واحد من داكشي اللي قال جوت. فهنا رسميا تم تثبيت نظريه التضخم الابدي انه حقيقه علميه. وبهذه الحقيقه العلميه توصل الكسندر فلانكن الى انه التوسع اللي قالت عليه نظريه التضخم الابدي ما عمره غيتوقف الى الابد. وعليه فهمنا من نظريه فلانكن انه كاين بيج بانات اخرين كينفجروا باستمرار كل جزء من رمشه العين. وهنا رسميا هيبرت ما بقاش حمق او ما شربش دواه، بل هنا جبدوا العلماء الارشيف اللي دار هيبرت حول الاكوان المتعدده بعد ما وصلوا نظريه البيج بانج المستمر، واللي كتقول ان البيج بانج ماشي معني فقط بالكون ديالنا بل باكوان اخرى، وان الكون يتوسع بسرعه اعجازيه عن طريق ماده خفيه غامضه كتسمى الماده المظلمه. وهذا غيقودنا لنظريه اخرى معقده وهي نظريه الابعاد والاوتار. هذه النظريه كتعطينا مفهوم الابعاد الاخرى. نحن نعيش حاليا في عالم ثلاثي الابعاد، ولا ضفتي الزمان غنوليو في البعد الرابع، ولكن نظريه الاوتار والابعاد كتقول انه يمكن حنا كنعيشوا في 11 البعد مختلف، وهاد الابعاد كتموضوع على شكل كود نووي وهي اللي كتحدد كيفاش غيكون الكون. الا كملتي في هاد النظريه غتوصل الى انه الجاذبيه كتدفق الى خارج الكون غير مرئي، ولا صدقتيها غتكون صدقتي انها تتدفق الى اكوان اخرى متوازيه، وهذه الابعاد هي خارج نطاق النظر ديالنا ولكن الهيئه ديالها على هذا الشكل. وفي النهايه ربما انت كتشوف الفيديو ديالي وعجبك، ولكن النسخه ديالك في اراضي اخرى ما حملتنيش ودارت لي ديسلايك، واخرى في نسخه اخرى دارت لي ابوني، ونسخه اخرى في ارض اخرى ما قدرتش تشوف الفيديو حيت الديناصورات عندهم في هذيك الارض حيوانات اليفه وباقا عايشه، فمشات تعتني بالديناصور ديالها وتوكلوا عاد ترجع تشوف الفيديو من بعد.